السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مباشرة إلى تشكيلة الفريقين. الفريق الضيف الشبيبة برحماني في حراسة المرمى، نشاط الاتحاد الجزائر يلعب بالحارس بنبوط، رضواني على الجهة اليمنى، ظهير داخل منطقة العمليات، كرة أولى ورحماني يبعد الكرة مباشرة. الهجومية السريعة، محاولة من جانيت داخل منطقة العمليات، ولكن الحارس رحماني لي 3 نقاط. هيا بالراس من بالراس، نعم، من رضواني يوزع كرة داخل منطقة العمليات، التحضير والتسديد وبعيدة. في المرة الأولى والثانية محاولة توزيع الكرة داخل منطقة العمليات، هدف أول من الاتحاد بالقسم في الوضعية المناسبة والصحيحة بعد عمل كبير من المدافع رضواني على الجهة اليمنى. وبعد آخر من سجل كانت هذه هي العملية على الجهة اليمنى من رضواني، توزيع أرضية، الدفاع، وبعد عليلات في الوسط، بنزازة تأخر يحاول ملوكو، يسجل بالعالية، يعدل النتيجة لمصلحة شبيبة القبائل في الدقيقة 20. شبيبة يلعب لأول مرة بهدوء وبطريقة ممتازة بعد هذه العملية من الجنب اليسرى، ضربت في أحد المدافعين وتحولت مباشرة إلى مرمى الحارس بنبوط. ها هي تحولت، طبعا راح بنبوط في الاتجاه، تبادل ممتاز يحاول فيها بالأطرش، بعد ذلك تسديدة قوية وبعيدة، ماتوتي يبحث عن المرور، صعبة والتسديدة وجانبية، يا من بالعالية المرور، لكن بعد ذلك غلق الزاوية لأنه راح في الاتجاه ليس في الداخل ولكن في الاتجاه الخارجي. استلم الكرة، يحاول مرور، يحاول يسدد وجانبية. ها هي الإعادة وجانبية على مرمى الحارس مثل ما قلت أن تعود الشبيبة صعبة خطيرة. الدفاع الاتحاد، الركنية ملعوبة داخل منطقة بالراس، الحارس والدفاع ممتازة، ولمصلحة الشبيبة براس فوق الجميع. بعد ذلك الدفاع يخرج عليلات أو بالطرش بالراس، والحارس الشبيبة آدم رجم يمر، صعبة تمريرة ولكن صعبة، والدفاع من جديد محاولة ثنائية، يا سلام، كيف حدث ذلك رغم هذا سوء التفاهم، ولكن بعد ذلك كرة حاسمة، جانيت من بنزازة اللي بالقسم وبلمسة واحدة في مرمى الحارس رحماني، في إشارة إلى الهدف الثاني لمصلحة الاتحاد، وبالقسم ثنائية، الانفراد واللمسة الواحدة. صعبة الكرة باليسرى بعيدة، محاولة للبحث عن الشبيبة بعيدة، جانيت بالقاسمي وجانبية، هدفين جانيت والعمل الكبير، محاولة ربح الدفاع وربح المساحة، وبعد ذلك التسديدة بعيدة على مرمى الحارس رحماني مثل ما جاءت. عمريش لمصلحة الشبيبة، ولكن ما تؤتي المعنوية والنفسية. في الدقيقة 53 صعبة قوية، والحارس بصعوبة كبيرة
الحكم المساعد. ها هي الكرة الصعبة والحارس بنبوط ينقذ مرماه من هذه الكرة الخطيرة. طبعا التدافع ومتابعة الكرة بالقسم الهداف. ديري صعبة 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 جانبية على هذا الإنهاء من جانب اللاعب جانيت فوق العارضة. ترويض واللمسة الأولى والثانية وفوق ملعب أبيجان في كوت ديفوار، ودرب في السنغال، درب في بعد هذه هي اللقطة أو الكرة السابقة الأخيرة تفاعل مع غاريدو على الجهة اليسرى بالراس. الدفاع يخرج بلمسة واحدة. بنزازة يلعبها داخل منطقة العملية. الدفاع بن زايد في المرة الأولى والثانية، الكرة الثانية ولكن خطأ يقول حكم لدفاع شبيب. على الجهة اليسرى مناورة من آدم، المرور ممتاز. صعبة 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 داخل منطقة العمليات، وركلة جزاء لشبيبة القبائل بصافرة الحكم مصطفى غربال بعد هذه العملية. دازا عرقلة من المدافع رضواني. هل كانت داخل منطقة العمليات أم كانت على الخط؟ وتقدير الحكم سنشاهد من هذه الزاوية يكون أحسن، ربما عرقلة في الخط أو داخل منطقة العمليات. تقدير منفذ هذه الركلة رضواني ربما لم يكن مقصودا من بركان داخل منطقة العمليات. رجم المراوغة فدو الحارس. يا سلام، تعديل النتيجة لمصلحة شبيبة القبائل. سجل ضربتي جزاء أمام بن عكنون، وهو اليوم يسجل الضربة الثالثة بباطن القدم بقوة كبيرة جدا في مرمى الحارس بنبوط. يعدل النتيجة لمصلحة أو لشبيبة القبائل. 2-2 النتيجة، وفرحة صار شبيبة القبائل فوق مدرجات ملعب نيلسون مانديلا بقوة. ها هو معمري بالقدم اليسرى وبقوة يعدل النتيجة لفائدة شبيبة القبائل. بالقاسمي الكرة طويلة وبعيدة للاتحاد. العمل الهجومي من هناك، متابعة راسية صعبة وبعيدة. هيا الكرة الأخيرة، محاولة بالرأس من بالقاسمي فوق العارضة لمرمى الحارس رحماني وبعيدة من جانب عناصر ليلات. يحاول في هذه الكرة صعبة صعبة، الحارس رحماني بصعوبة يخرج فيها بوزيان، ولكن الآن بنزازة لا وبعيدة.